كتير بنشوف وبنسمع عن حيوانات غريبة عايشة معانا على الكوكب، وكتير منها شكله أليف ومسالم. لكن هل في حيوانات مخيفة لدرجة إن شكلها بس كافي إنه يخوف ويرعب البشر؟ قبل ما أجاوبك على سؤالك، ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس لو انت على يوتيوب، ولو على فيسبوك اعمل لايك وشير. اللي انت شايفه قدامك ده مش ديناصور منقرض ولا حاجة، رغم ان شكله مخيف زيهم. ده حيوان الكومودو، أكبر أنواع السحالي اللي موجودة في الطبيعة، والحيوان ده كل حاجة فيه مخيفة، بداية من شكله اللي تحسه جاي من عصر الديناصورات، وحجمه الضخم اللي بيخليه قادر على افتراس أي حيوان حتى لو كان حيوان بحجم الجاموس البري، ولسانه المخيف اللي شبه لسان الثعابين بس أطول بأضعاف، ومخالبه القوية الحادة اللي زي السكاكين، ده غير سلاحه الأخطر وهو عضته السامة اللي بتتسبب في شلل الفريسة علشان تسهل عليه مهمة افتراسها. والكومودو بيصطاد على الأرض وفي البحر وفوق الشجر، ما كانش ناقص له بس غير إنه يطير. والحسن حظنا إن الكومودو مش بيعيش غير على كام جزيرة بس في إندونيسيا. هل ممكن تتخيل إن في حيوان يعتبر خليط بين الفئران والقطط والكلاب والديابة؟ ده مش خيال، ده حيوان شيطان تازمانيا، وده اسمه فعلا مش مجرد وصف ليه. شيطان تازمانيا بيعيش في قارة استراليا، وحجمه قد كلب متوسط، وجسمه قريب من القطط، وشكله شبه الفار، ويعتبر من الحيوانات اللي شكلها غريب ومخيف في نفس الوقت. وخلي بالك من المعلومة دي، شيطان تازمانيا صاحب العضة الأقوى في الطبيعة بالنسبة لحجم الجسم، وأنيابه من شدة قوتها بتقدر تكسر العظم. ورغم صغر حجمه لكنه يقدر يصطاد فرايس بحجم الغزلان، ويعتبر من الحيوانات الشرسة اللي ممكن تسبب أذى كبير للإنسان في استراليا، ودايما هتلاقي هناك علامات تحذيرية من وجوده. لو تخيلت بس انك ممكن تصادف سمكة قرش قدامك، فبالتأكيد هيجيلك حالة خوف ورعب كبيرة. لكن لو طلع لك سمكة القرش المزركش، فانت فعليا ممكن تموت من الرعب من شكله المخيف. شكله مختلف عن الشكل التقليدي لأسماك القرش اللي عارفينها، وبمجرد ما تقرب منه أو يفتح بقه هتحسه أشبه بوحش خيالي من اللي بنشوفهم في أفلام الرعب. العلماء بيصنفوه كأحفورة حية لأنه موجود بنفس الشكل من عشرات ملايين السنين. طوله ممكن يوصل ل 2 متر، وأسنانه حادة جدا لكنها عبارة عن كتل جنب بعض مش صفوف أسنان تقليدية. ومن الحاجات المرعبة إنه قادر يفتح الفكين بتوع بقه في نفس الوقت علشان يقدر يبتلع فرايس حجمها كبير بكل سهولة. والقرش المزركش رغم إنه بيعيش في أعماق كبيرة في البحار والمحيطات، لكنه ممكن يطلع أوقات قريب من سطح البحر. لو اتطلب منك تتخيل حيوان شكله مرعب وينفع يكون في فيلم رعب في الأدغال، فأنت مش هتلاقي حيوان مناسب أكتر من حيوان الآي آي. الآي آي أحد أنواع الليمور اللي بتعيش في مدغشقر، لكن أنيابه أنياب فار، ودانه ودان خفاش، وديله ديل ثعلب، وهيئته وشكل راسه خليط بين أكتر من حيوان، ولون وشكل عيونه مخيف. لكن أكتر حاجة مخيفة في الآي آي هي شكل صوابع إيده اللي أشبه بإيد الكائنات الفضائية اللي بنشوفها في الأفلام، وهي عبارة عن صوابع طويلة وصوابع قصيرة، وفي النص مخلب طويل وغريب، حاجة مش موجودة في أي حيوان تاني في العالم. والآي آي كائن ليلي، ما بيطلعش خالص بالنهار، يعني زيادة في الرعب مش هيطلع لك غير بالليل. والسكان المحليين في مدغشقر بيعتبروه الروح الشريرة، ورؤيته نذير شؤم لأي شخص. الأناكوندا من أشهر الحيوانات المرعبة والمخيفة في العالم، وده بفضل سلسلة أفلام الأناكوندا المرعبة المشهورة، وأخطرها الأناكوندا الخضراء اللي ممكن يوصل طولها لأكتر من 8 متر، يعني بطول أتوبيس كبير. ورغم كونها غير سامة لكنها بتمتلك عضلات قوية جدا بتديها قوة عصر هي الأكبر في الطبيعة. وعشان تعرف مدى قوتها، فلو الأناكوندا الخضراء عصرت إنسان، فهو بالظبط كأن فيل وزنه 6 طن واقف على صدره. وبمجرد ما تمسك أي حيوان وتبدأ في عصره، فمن شبه المستحيل إنه يفلت منها، وبتفضل تعصر فيه بكل قوة لحد ما يموت. وتقدر تاكل فريسة بحجم خنزير بري أو غزالة أو حتى بقرة بكل سهولة، ده غير إنها بتفترس التماسيح كمان. ناس كتير بتخاف من الحشرات، لكن مع حشرة حريش الأمازون
الوضع مختلف خالص، وحريش الأمازون هو أكبر حشرة موجودة في الطبيعة، طولها بس بيوصل ل 30 سنتي، يعني 50 ضعف طول النملة العادية. وكل حاجة في الحشرة دي مخيفة، بداية من أعداد رجليها اللي بتوصل ل 46 رجل، وطريقة مشيها اللي بتخليك تتخيل إنهم مجموعة من الحشرات ماشيين ورا بعض. ده غير إنها حشرة سامة، وسمها بيسبب تورم وحمى شديدة للبشر. ومن حسن حظ الناس اللي عندها فوبيا الحشرات إنها بتعيش في أمريكا الجنوبية بس. الحيوان اللي قدامك ده اسمه قلنيس، من أكتر الحيوانات اللي شكلها يخوف، وده طبعا بسبب أشواكه الحادة، وهو نوع مختلف تماما عن القنفذ، وكل المشترك بينهم إن أجسامهم محاطة بشوك. لكن قلنيس أشواكه أطول بكتير وأكثر حدة، وهي وسيلته الدفاعية قصاد أي مفترس. والشوك بتاعه حاد أكتر من إبرة الخياطة، وقادر على اختراق الجلد بعمق كبير، ولما تيجي تشيله بيسبب ألم شديد. طول الشوكة الواحدة ممكن يوصل ل 15 سنتي، يعني نصيحة لما تشوفوا تجنبوا تماما. سحلية الشيطان الشوكي، يعني زي ما انت شايف فالشكل شارح الاسم تماما، وده واحد من انواع السحالي الغريبة اللي بتعيش في استراليا، وجسمها عبارة عن اشواك عظمية موجود في كل جسمه. ده غير ان عنده كتلة عظم كبيرة مدورة فوق راسه، بيستعملها للتمويه بانه يخبي راسه بين رجليه عشان المفترسين يفتكروه مجرد صخرة في الصحراء. لكن سلاحها الأغرب هو إنها قادرة تبخ دم من عينيها تجاه أي مفترس بيهددها، وتسبب له حالة رعب وخوف تخليه يهرب من قدامها. ولو وصلت لحد هنا يبقى الفيديو عجبك، ما تنساش تشترك في القناة، ولو مش عارف اسمع من عارف.